إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. محمد السادس الملك الهاشمي الذي يملك في المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا نحذر كما حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من أن العجم سوف يغزون الجزيرة العربية، الخليج والسعودية واليمن، ويصلون إلى الكعبة المشرفة، إلى البيت العتيق، فيحرقون البيت العتيق ويهدمون الكعبة المشرفة. إننا ندعوكم أيها الهاشمي كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما اجتمع مع قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف، فوافقوه عند أكمة فإنهم لقيام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد. فقال راوي هذا الحديث: قلت في نفسي ائتهم فقم بينهم وبينه لا يغتالونه. قال: ثم قمت فقلت لعلي نجي معهم، فأتيتهم فقمت بينهم وبينه. قال: فحفظت منه، أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، 4 كلمات أعدهن في يدي: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث في صحيح مسلم، وهو رسالة من محمد صلى الله عليه وسلم إلى أهل زماننا هذا، الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت البنيان، طبعا حول الكعبة المشرفة، إذا رأيت البنيان قد ارتفع على جبل أبي قبيس وجرى الماء في وديان مكة، فقد وقع الأمر. وفي رواية أخرى: فخذ حذرك. فهؤلاء الذين يزعمون بأنهم على الإسلام، هؤلاء الذين يزعمون العجم الذين يزعمون أنهم على الإسلام، سوف يغزون الجزيرة العربية كما هم يفعلون في سوريا الآن، وكما فعلوا في العراق. سيغزون الجزيرة العربية. يوشك ألا يبقى في جزيرة العرب من العجم إلا قتيل أو أسير يحكم بدمه. فهؤلاء الغزاة للجزيرة العربية قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: فارس نطحة أو نطحتان. فإذا هؤلاء الغزاة هم فرس، هم إيرانيون، يأتون مع العجم من الروس ومن الهنود ومن هذه الأمم التي تكالبت معهم على الإسلام، سوف يصلون إلى حرق البيت العتيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا حرقتم البيت العتيق؟ فقالت ميمونة: ونحن على الإسلام؟ قال: نعم وأنتم على الإسلام، ثم يبنى كأحسن ما كان. فهذا الذي سوف يعيد بناء الكعبة المشرفة هو هاشمي، اسمه عبد الله، اسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الهاشمي هو الذي سوف يفتح الجزيرة العربية ويحررها من هؤلاء الغزاة العجم. فأنا أدعوك أيها الهاشمي محمد الملك الطيب، ندعوك إلى نصرة الهاشميين في الأردن. فأنتم في المغرب وفي الأردن أنتم بقية الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة تصيب الناس كلهم لا ينجو منها إلا الجند الغربي، والجند الغربي هم أنتم أهل المغرب. لستم أنتم الرايات الصفر التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تلك الرايات سوف تأتي بالثبور وبالعار على أهل الإسلام، يقودها رجل من بني كندة أعرج. أنتم هاشميون. وهذا الحديث الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم
لا ينطبق إلا في زمانكم، في زمان محمد الهاشمي وفي زمان عبد الله الهاشمي. فيا أيها الهاشميون في المغرب، الله الله في الجزيرة العربية، الله الله في مكة المكرمة، نحن ندعوكم أن تأتوا بقدكم وقديدكم لنصرة أهل الإسلام في السعودية وفي الخليج. فهذا هو زمان النطحة الكبرى لهؤلاء الفرس الذين هم على الإسلام صحيح، لكنهم يشركون بالله تعالى، يدعون من دون الله الحسين، ويدعون من دون الله عز وجل، ويغالون بآل البيت. فهذه رسالتي إليكم، بارك الله فيكم، فهبوا لنصرة الإسلام، فإن الإيمان سينتقل من مكة والمدينة وسوف ينزل في عمان البلقاء. فإلى الهاشميين في الأردن، كونوا معهم يدا بيد من أجل تحرير الجزيرة العربية من هؤلاء الغزاة القادمون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.